رايحه لدكتور سايكاتري او دكتور سيرابي هيديها دواء اكتئاب او دواء منوم. ابسط حاجه دواء منوم. طب الست دي ما بتنامش ليه؟ طول ما عندنا إرادة مفيش حاجة هتوقفنا في بداية جديدة مع رحاب الشناوي. يا اهلا وسهلا ومع حكايه جديده من حكايات بدايه جديده. حكايه النهارده انا اول ما كنت بسمع الستوري بتاعتها انا كنت متشوقه جدا جدا. انا قابلت كتير ناس يقولوا لي عندهم مشكله في النوم ما بيعرفوش يناموا، لكن شخص يقول لي انا بقالي 6 سنين واكتر ما بعرفش انام، اطبق باليوم والاثنين والثلاثه والاربعه عشان انام، ببقى واقع جسمانيا مفيش طاقه مفيش اي حاجه خالص ومع ذلك مش قادره انام. موضوع صعب جدا. انا بسمعها وانا يعني ازاي كده؟ احكي لي. بقيت عايزه اقول لها يعني احكي لي انت ايه حكايتك. وانا بسمع الستوري بتاعتها انا فاهمه ان اكيد لازم هيكون في حاجه في طفولتها من بعيد بقى، لان انا بسمع حلو قوي يعني بنقعد كتير جدا في اول سيشن دي بالذات ان انا باخد فيها الهيستوري من الكلاينت. فاللي هو القصه يعني قلب بيه كده يا جماعه. احنا بيبقى عندنا بيزك نيدز اللي هي احتياجات اساسيه. فلما الطفل من هو صغير بيتضرب في الامان بتاعه، تبص تلاقي بعد كده بيبقى عنده مشاكل نفسيه، تبص بعد كده اتخبط في حته وحده مفيش حد اترصت فيه. فهنا طبعا ممكن حد يسمعني يقول لي بس دي كده محتاجه حد سايكولوجي، فحضرتك دكتوره سايكولوجي فانت سايكولوجيست. لا يا فندم، انا مش سايكولوجي ولا ثيرابي، انا هيلث كوتش. وفي فرق كبير جدا ما بين الاثنين. يعني احنا يمكن في اللايف ستايل ميديسن كابروتش بنشتغل بيه في الهيلث كوتشنج، احنا بنشتغل بابروتش اسمه CBC. اللي هو ايه CBC؟ اللي هو الكوجنيتيف بيهيفيرال كوتشنج. الكوتشنج اللي احنا بنعمله ده ان احنا بنسبورت الكلاين ان هو يسيبه يتكلم، هو اللي يطلع حلوله، هو بس محتاج حد يسمعه ويطلع كل اللي جواه عشان خاطر هو لوحده يوصل لنتائج. عكس تاني الناس اللي هم السايكولوجيست او اللي هم الثيرابي هم بيستخدموا ابروتش CBT. يعني بدل كلمه كوتشنج في الاخر كوجنيتيف بيهيفيرال كوتشنج، لا بيبقى كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. وفي فرق كبير جدا ما بين الاثنين وبيحصل كونفليكت اصلا عند الناس اللي هم ممكن يقول انا بستخدم كوتشنج وهو مش دارس اصلا هيلث كوتشنج، وبيستخدم CBT وهو ما ينفعش في اللايف ستايل. لما تيجي تعمل لايف ستايل موديفيكيشن ما ينفعش خالص ان انا بستخدم CBT، هو CBC. باي ذا واي لما احنا بنبدا نستخدم الابروتش ده ونبدا نسمع الكلاينت ويبدا يحس كده ان في بني ادم ممكن يسمعه، في بني ادم ممكن يفهمه، فبيبدا حته عدم الامان يبدا تقل، يبدا يحس لا ده في شخص تاني انا ممكن اطمن وانا بتكلم معاه. تبدا تديله انت تولز وادوات يبدا زي هوم ورك كده يبدا يشتغل عليها في الفتره اللي انت بتبعد عنه فيها. فيبدا لو هو مثلا عنده مشكله في الوحده، فطب يبدا هو يفهم طب الوحده اللي هو بتترجم في حاجات كتيره جدا يبدا يحلها بطريق الادوات اللي احنا بنستخدمها معاها. فايه الريزلت في الاخر؟ الريزلت في الاخر ان هي جاست بشويه ابروتش بسيط وبشويه ادوات بسيطه وبشويه ليسننج كويس، سمع كويس، بشويه اسئله حلوه، بدات هي كبني ادمه تحط ايديها على اول الطريق اللي تعرف تنام بيه. يعني ايه السعاده اللي في الدنيا دي ان حاجه تحس انها حاجه كبيره جدا وحاجه ضخمه جدا، وممكن لو رايحه لدكتور سايكاتري او دكتور سيرابي هيديها دواء اكتئاب او دواء منوم. ابسط حاجه دواء منوم. طب الست دي ما بتنامش ليه؟ الست دي ما بتنامش ليه؟ هي دي الفكره، هي دي الفكره، وهي دي ميزه الهيلث كوتش. لما بيقعد مع الكلاين يبدا ان هو يفهم منه. ليه انا وقفت عند الحاله دي؟ لان انا بالنسبه لي كانت سكسس ستوري حلوه جدا ان انا اقدر ان انا اساعد بني ادمه زي دي هي توصل للطريق ده بالنسبه لي طبعا كان بيبقى قمه النجاح. وان شاء الله في السلسله دي هتسمعوا حكاوي كتير جدا وهتسمعوا حكايات كتيره جدا كلنا عايزين نتعلم منها من حكايات بدايه جديده، عشان ممكن حد يكون بيسمعني يرفلكت على نفسه ويفهم ان الموضوع ممكن يكون بسيط، جاست بس ان انت تبقى محتاج ان حد يفهمك وحد يسمعك ويديك من الادوات البسيطه اللي بتساعدك على حل المشكله. وصلت؟